ينتخبون الإدلاء بأصواتهم في هذه المدرسة التي تقف خلف سيدلي مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بصوته في هذه المدرسة. بالتالي هناك اهتمام بين الشارع المصري في هذه الانتخابات، وبالتالي من المتوقع في الساعات القادمة أن يكون أن تزداد حركة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية. وفي هذه المحافظة الشرقية هناك نحو 3,500,000 صوت في المحافظة الشرقية، وحوالي 971 مركزا. هناك 971 قاضيا في كل مركز، وهي من المنتخبات وهي من المحافظات التي تعد ذات الثقل الانتخابي في هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة للبلاد. إذا من الزقازيق مراسلنا محمد الطيب كنت معنا. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي، أبدأ مع رضا مرة أخرى. هذا التنوع ما بين المرشحين كيف تقرأه ما بين الناصري ومستقل وهناك من هو عن الإخوان؟ ما الذي يقدمه للناخبين؟ بداية قائمة المرشحين ليست حتى يعني في شكلها الأخير ليست هي القائمة الأفضل لمصر في المرحلة الراهنة. كان يفترض أن يكون هناك مرشحين آخرين لكن لأسباب أخرى أو لأسباب كثيرة امتنع بعضهم عن الترشح وحجب أو منع آخرون من الترشح. لكن القائمة تحمل كثير من التنوع. القائمة تحمل التنوع الذي حملته الثورة. ظهور بارز للتيار الإسلامي ممثل في 3 مرشحين يمثلوا التيار الإسلامي، الدكتور أبو الفتوح والدكتور سليم العوا ودكتور محمد مرسي مرشح الرسمي للإخوان المسلمين. والتيار الذي يمثل الثورة ممثل في حمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري والمستشار البسطويسي. وهناك تيار آخر مما يسمى أو درج على تسميتهم بتيار رموز النظام السابق أو الفلول، ممثل في وزير الخارجية عمرو موسى وأحمد شفيق، فريق أحمد شفيق. هذا التيار، هذا التنوع هو الذي ستحسب أو ستتجه أصوات الناخبين بناء على هذا، أو سيناريوهات التصويت ستتجه أو ستتوزع بناء على هذه التصنيفات. فهناك إذا وضعنا سيناريو للتصويت أو اتجاهات التصويت في الانتخابات الحالية اعتبارا من اليوم، نجد أن هناك ناخبون لن يصوتوا إلا لمرشح التيار الإسلامي، وهؤلاء ستتجه أصواتهم إلى أحد المرشحين الثلاثة، أبو الفتوح أبو الفتوح والدكتور سليم العوا، ثم دكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين. سيد حنفي، دعنا نتحدث قليلا عن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات. في هذه الانتخابات ليست المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة، فقد أقدمت على ذلك بكثافة أيضا في الانتخابات التشريعية. وهنا نقصد المرأة بأطيافها جميعا: المرأة المتعلمة، المرأة المثقفة، المرأة الفقيرة، المرأة البسيطة، المرأة التي لم تقدم على مثل هذه الخطوة من قبل. كمان الآن نشاهد في هذه الصور يعني هناك طوابير من النساء الذين يشاركون في هذه الانتخابات، يعني يشاركن في هذه الانتخابات. وهذا أيضا اسمحي لي يعني ممكن يؤخذ ضمن الصورة الكاملة، الفسيفساء التي تكمل هذه الصورة. هنا